آخر حاجة شفناها إن سونيك وناكلز وتيلز اتعاونوا سوا للقضاء على روبوتنيك، وسونيك حصل على قوة حجر الزمرد وقدر ينتصر عليه، وروبوتنيك اختفى ومحدش عارف هو عايش ولا مات. وسونيك وتيلز وناكلز أصبحوا فريق واحد، ودلوقتي بنروح لليابان في مؤسسة اسمها جن، ودي اللي محبوس فيها الكونفوت شادو. وشادو كان محبوس بالشكل ده بقاله 50 سنة، وعقله الباطن بيفتكر شوية ذكريات ليه من الماضي، وفي نفس الوقت السيستم بتاع المكان بيتم اختراقه، وشادو بالشكل ده هيتحرر. فجرس الانذار بيشتغل والحراس بيجهزوا ورايحين لسجن شادو، وشادو بيفتح عينيه وبيكسر الكبسولة وبيستخدم قوته الخارقة وبيظهر وبيختفي، وكان بيمتاز كمان بالسرعة الخارقة وبيخلص على كل الحراس، وبيخرج من مؤسسة جن ورايح لمدينة طوكيو. وعلى الناحية التانية سونيك وتيلز وناكلز كانوا بيجهزوا علشان هيتسابقوا، وسونيك بيتريق عليهم وبيقول لهم انتوا هتخسروا بالتأكيد لاني اسرع كائن في المجرة، وتوم ومادي بينظموا السباق، والثلاثي بعدها بينطلق. سونيك كان مفكر انه في الصدارة، بس بيتفاجئ ان ناكلز وتيلز متقدمين عنه. سونيك يسكت الهاء بيجري بأقصى سرعته وبيوصل لخط النهاية، بس بيستغرب لما بيشوف تيلز وناكلز وصلوا قبله، وهو بيقول ازاي انا مستحيل اخسر في سباق السرعة. ولما بيتكلم مع تيلز وناكلز بيتضح انهم مش حقيقيين ودول مجرد مجسمات، فبيجري للمخيم علشان يفهم في ايه، وهو بيلاقي اصحابه عاملين حفلة بمناسبة 3 سنين على وجود سونيك على الارض. سونيك بيفهم ان السباق ده كان مجرد الهاء علشان يجي ويتفاجئ بالحفلة، وتيلز وناكلز بيقولوا له انت تستاهل التكريم لان لولاك احنا ما كناش بقينا هنا. وتوم ومادي بيقولوا له من يوم ما جيت وانت غيرت حياتنا. وسونيك بيفرح وبيحتفلوا وبيتمشى هو وتوم، وبالصدفة سونيك بيلاقي الكهف القديم اللي كان عايش فيه، وتوم بيشوف الصورة اللي سونيك رسمها للبوما لونج، وسونيك بيقول له للصدفة البحتة انا رسمت الرسمة دي في اول يوم ليا على الارض علشان افضل فاكر انا جاي منين، ونفسي لونج تبقى فخورة بيا. توم قال له اكيد هتبقى فخورة بيك لان قلبك طيب وبتمشي ورا قلبك، وبالتالي هتعمل قرارات صح. وسونيك بيقول له لولاك لكنت انا بقيت شخص تاني تماما. بينما شادو كان بيتمشى في شوارع اليابان وبيبص للشاشة وبيتصدم لما بيعرف انه في سنة 2024 وانه كده بقاله 50 سنة محبوس، وقوات مؤسسة جن بتتلم حواليه علشان تمسكه، وهو بيتعصب وهيبدأ يهجم عليهم. وفي نفس الوقت سونيك والبقية كانوا قاعدين في سلام، وبتوصل لحد عندهم طيارة هليكوبتر وبتنزل منها واحدة اسمها روكويل، وبتقول لسونيك في خطر ظهر في مدينة طوكيو، وقائد الجيش وولترز بيطلب الدعم من فريق سونيك علشان تتصدوا للخطر ده. وسونيك بيتحمس وبيوافق يقدم المساعدة، وبيركبوا الطيارة مع روكويل وبيتحركوا وبيعدوا من بوابة زمنية وبيوصلوا لطوكيو في خلال ثواني. وسونيك بيشجع فريقه وبيقول لهم احنا مش عارفين هنواجه مين، لكن طالما احنا سوا فمحدش هيقدر يهزمنا. وبينطوا هما التلاتة من الطيارة، وتيلز بتخليهم يهبطوا بسلام، وبيلاقوا المكان حواليهم متدمر وفي عربية بتتحدف عليهم، بس ناكلز بينقذ الموقف وبيظهر بعدها شادو. وسونيك بيتفاجئ منه لانه شبهه جدا، وهو بيسأله انت ازاي شبهي؟ شادو قال له انا مش شبه حد وما تضيعش وقتي وابعد عن طريق احسن لك. سونيك بيبقى هادي وبيقول له تعال نتكلم ونشوف ايه اللي مضايقك. شادو قال له انا مش هتكلم مع حد، وكان سايبهم وماشي، بس ناكلز كان عايز يتقاتل فبيجري عليه، لكن شادو بيظهر قدامه فجأة وبيضربه كذا مرة في الجو وبيرميه بعيد. وسونيك وتيلز بيقوموه وبيقرروا يتقاتلوا مع شادو، بس شادو بيفاجئهم وبيظهر وراهم وبيضربهم جميعا، وبعدها بيركب على موتوسيكل وبيحذر سونيك ما يجيش وراه، بس سونيك مش بيسكت وبيجري وبيجيبه. وشادو حاول يضربه بالنار ويدوسه، بس سونيك كان بيهرب منه وبيمسك في الموتوسيكل وبيكملوا مطاردة واصطدام ببعض وبيطلعوا على العمارة دي، وشادو بيقدر يتخلص منه وبيطيروا في الجو، وبعدها الاتنين بيهجموا على بعض في نفس الوقت. وسونيك مش بيستحمل الاصطدام معاه وبيفقد الوعي لشوية وقت، وصحابه بيقولوا له ما كانش ينفع تقاتلوا لوحدك، احنا المفروض فريق وبنقاتل سوا. سونيك قال لتيلز انا بس لسه مش متعود، ودلوقتي احنا محتاجين اجابات كتيرة لاسئلتنا. وبيروحوا بعدها يقابلوا القائد وولترز، وسونيك بيسأله مين اللي احنا قتلناه
وسط الندى والترز قال له قصة شادو مشابهة لقصتك، بس انت لقيت على الارض عيلة واصحاب، لكن شادو لقى الألم وخسارة الاشخاص اللي بيحبهم. من 50 سنة نزل نيزك على الارض، وجوه النيزك كان موجود شادو، والعلماء خدوا شادو ودرسوا قوته واكتشفوا ان قوته رهيبة، بس بسبب قوته الفائقة المختبر اتدمر ومات في الحادثة دي عشرات من الناس. ومؤسسة جنة اعتبرت ان مدير المختبر هو السبب وقبضوا عليه، وما كانوش عارفين المفروض يعملوا ايه مع شادو. ما ينفعش يبقى حر علشان ما يشكلش خطر على حد، وفي نفس الوقت ما ينفعش يموت لانه قيم جدا، فحبسته بنفسه في كبسولة. سونيك قال له يبقى اكيد في شخص ما ساعد شادو في التحرر من الكبسولة. والترز قال له صح، بس في عدد قليل جدا من البشر اللي عارفين بوجود شادو، وفجأة وبدون سابق انذار بتظهر طيارات الدرون بتاعت روبوتنيك، وكلهم بياخدوا حذرهم وبينجوا من ضرب النار، وبيستغربوا الطيارات دي جت منين وروبوتنيك ميت اصلا. وبيظهر شخص ما بموتوسيكل وبيطلق اجهزة على طيارات الدرون وبيعطلها كلها عن العمل، والشخص الغريب ده مش بيكشف عن نفسه وبيمشي. وسونيك واصحابه بيشيلوا الترابيزة من على والترز وبيلاقوا حالته سيئة وبيموت، وولترز بيدي لسونيك مفتاح لسلاح قوي وبيقول له انت الوحيد اللي اقدر اثق فيه، علشان ياخد المفتاح ده خليه معاك وما تدوش لحد. وبعدها وولترز بيموت، وبعد ثواني بتوصل روكويل، بس كان سونيك واصحابه مشيوا، وهي بتفتش جثة وولترز على المفتاح وبتشوك ان المفتاح مع سونيك. وتيلز بتسأل سونيك احنا هربنا من روكويل ليه؟ قال لها ما ينفعش نثق في حد دلوقتي، وبيجروا ورا الشخص الغريب اللي راكب موتوسيكل علشان عايزين يعرفوا مين ده. وهو بيقف وبيكشف عن نفسه وبيطلع انه ستون المساعد بتاع روبوتنيك، وهم بيشكوا ان هو اللي حرر شادو. ستون بيقول لهم مش انا ولا دكتور روبوتنيك اللي عملنا كده، وبنروح لدكتور روبوتنيك اللي بقى قاعد مش بيعمل اي حاجه في حياته غير انه بياكل وبيتفرج على التلفزيون، والدرون بتجيب له كل حاجه لحد عنده، وهو بقى تخين جدا. وبيتفاجئ لما بيشوف سونيك واصحابه قدامه، وبيسال ستون انت ليه جبت ألد اعدائي لحد عندي؟ وهم الثلاثه برضه بيتفاجئوا انه لسه عايش. وستون بيقول لروبوتنيك في شخص ما بيقلدك وبيستعمل نفس الروبوتات بتاعتك، وبيوري فيديو لروبوتنيك، وروبوتنيك بيتعصب لما بيعرف كده وبيقرر يلاقي الشخص ده وينتقم منه. وتيلز بتقول لسونيك انا اسفه بس احنا مضطرين نتعاون مع روبوتنيك علشان نلاقي شادو. وسونيك كان معترض بس ناكلز كان موافق، فسونيك بيقرر يسمع كلامهم لانهم فريق، وروبوتنيك بيوافق على التحالف بس بشرط وانه ياخد شعره من راس سونيك، وسونيك بيديله الشعره. وبعدها ستون بيحلق لروبوتنيك وبيظبطه، بينما شادو فبيوصل للمختبر المتدمر وبيشوف جزمه بتاعت بنت اسمها ماريا. ماريا كانت حفيده البروفيسور المسؤول عن المختبر، وبتشوف شادو وبتحبه جدا، وشادو بيحسها بنت طيبه وبيحبها، واصبحوا بيتقابلوا بره وبيقضوا وقت ممتع. وهي كانت دايما تيجي المختبر وتاخده لان شادو اصبح صديقها المقرب ومش بينفصلوا عن بعض ابدا. وفي يوم بيتكلموا سوا عن النجوم اللي في السماء، وماريا بتقول له جدي كان بيقول لي ان النجوم والكواكب تبعد عن الارض بمئات السنين، وبتساله انت من انهي كوكب؟ فهو بيقول لها انا ما اعرفش اي حاجه عن موطني. ماريا قالت له اعتبر نفسك في وطنك وفي بلدك. بس شادو بيقول لها انا حاسس ان انا شخص خطير، وده عرفته من نظره العلماء ليا، فانا مش عارف انا ايه بالظبط. ماريا قالت له انت صديقي وتقدر تصبح اي شخص انت اللي بتختاره، علشان انت اللي بتقرر انت مين من قلبك. وشادو بيشكرها على كلامها وبيمسك ايديها. وفي الوقت الحالي شادو بيلاقي شخص ما دخل عليه، وده بيكون البروفيسور اللي كان بيشرف على دراسة شادو من 50 سنة، ونفس الشخص اللي تم القبض عليه. وشادو بيقول له انا مش قادر انسى الالم اللي حصل لي من الناس اللي حبسوني. البروفيسور قال له ما انا جاي لك علشان نعاقبهم. وبعدها بدقايق روبوتنيك بياخد سونيك والبقية للمختبر اللي موجود فيه شادو والبروفيسور، وروبوتنيك بيقول لهم احنا لازم نتفرق وندور في المكان على اي شيء ممكن يفيدنا. وسونيك ما كانش واثق في روبوتنيك وكان مصر يفتش معاه، والبقيه بيتفرقوا وبيطلعوا يفتشوا المكان، بس شادو بيظهر لهم وبيضربهم. بينما سونيك فبيلاقي حاجات شادو موجوده وبيشوف صورته مع ماريا، وبيدرك ان ده المكان اللي عاش فيه شادو، وشادو فجأة بيظهر وبيضربه. اما روبوتنيك فبيلاقي طيارات درون موجودة هنا وبيخش عليه البروفيسور، واللي بيطلع ان هو الشخص المحتال اللي سرق الدرون من روبوتنيك، وبيقول له انا سيطرت على الدرون واستعملتهم علشان اغريك واجيبك هنا ونلم شمل عيلتنا علشان انا جدك جيرالد. وروبوتنيك بيتصدم من كلامه، وجيرالد بيقول له انت من سلالة ذكية بدأت من عندي. بس روبوتنيك كان عايز يتأكد
بيتأكد من ذكائه وإنه فعلا جده، وبيسأله أسئلة في الرياضيات والجغرافيا وجيرالد بيجاوب عليها كلها، وكان عنده نفس حركات روبوتنيك وحتى واخد شعرة من شادو. وروبوتنيك بيفرح لما بيتأكد إن ده جده وبيحضنه، وهو بيسأله أنت كنت فين كل السنين دي؟ جيرالد قال له أنا كنت محبوس في سجن سري من 50 سنة، تعال أوريك أنا جبتك هنا ليه. وبياخده بيوريله سونيك وأصحابه وهما مربوطين، وسونيك بيتصدم إنه شايف 2 من روبوتنيك قدامه، وبيعرف إنه جد روبوتنيك وهو السبب في تحرير شادو والهجوم على والترز. وشادو بياخد المفتاح اللي والترز استأمنوا عليه، وشادو وجيرالد كانوا عايزين ينتقموا من مؤسسة جون لأن بسببهم فضلوا محبوسين عشرات السنين، وجيرالد كان عايز يستخدم المفتاح ده في القضاء عليهم. وبيحكي إنه صنع لمؤسسة جون أقوى سلاح عرفتها البشرية، وده في مقابل إن يتحرر من السجن. والمدفع اللي صنعته ده يقدر يسدد ضربة قوية لأي مكان على الأرض، وهدفنا هو القضاء على مؤسسة جون. وسونيك بيقول له بس سلاح قوي زي ده هيهدد حياة الملايين، وجيرالد مش بيهتم لكلامه، وبيقول له روبوتنيك في مفتاح تاني لازم نجيبه علشان نشغل المدفع، والمفتاح التاني ده موجود جوه مؤسسة جون نفسها. وروبوتنيك بيرجع للشر وبيوافق يساعد جده، وسونيك بيحاول يعقل شادو وبيقول له انت كويس من جواك فبلاش تعمل كده. شادو بيرفض كلامه وعاوز ينتقم من اللي حبسه طوال المدة دي، وقبل ما يمشي بيرمي جهاز صغير بيسحب اي حاجة جواه للثقب الاسود، بس ناكلز بيمسك في سلك بسنانه، وسونيك بياخد دبلة من تيلز وبيفتحوا بوابة لمكان تاني وبيصبحوا في امان. بس روبوتنيك بيظن انهم ماتوا وبيقول له انا حاولت كتير اقتلهم بس فشلت، وديت انت في يوم واتخلصت منهم، قد ايه انت عظيم. وجيرالد بيقول له مفيش حد هيقدر يقف قصادنا، وهو بياخد حفيده وبيقضوا وقت عائلي سوا وبيعوضوا بعض عن كل اللي فاتهم. بينما توم ومادي كانوا في بيتهم وبيستمتعوا بوقتهم في هدوء، وسونيك واصحابه بيخشوا عليهم، وسونيك بيقول لهم احنا عايزين مساعدتكم في مهمة خطيرة، وهم بيوافقوا ينضموا ليهم. وتيلز بتعرض لهم مقر مؤسسة جون في لندن وحواليه درع طاقة وبيحرق اي شيء بيعدي منه. احنا محتاجين نحط فلاشة معينة في غرفة التحكم علشان اقدر اتحكم بالكامل واطفي درع الطاقة، واللي هيوصل الفلاشة لغرفة التحكم هيكونوا توم ومادي. وبعدها سونيك هيستخدم سرعته علشان يعدي من خطوط الليزر، وبعدها هيبقى موجود الكابو اللي فيه المفتاح التاني، وده مفيش معلومات كافية عن شكل الحراسة اللي عليه. ومادي بتقترح ان سونيك يحصل على حجر الزمرد علشان يحصل على المفتاح بمنتهى السهولة، بس سونيك بيرفض الفكرة دي لان استخدام حجر الزمرد فيه خطورة كبيرة بسبب قوته، وفريق سونيك خبوه في مكان محدش يعرفه غير ناكلز. فالخطة بتصبح انهم يروحوا لندن وينفذوا خطة تيلز، وفريق الاشرار بيوصلوا عند مقر جون في لندن، وشادو كان عاوز يخش يجيب المفتاح ويقتل اي حد في سكته، بس جيرالد بيهديه وبيقول له لسه دورك ما جاش، وبيتحرك هو وروبوتنيك. وفي نفس الوقت توم ومادي بيوصلوا، وسونيك بيعرف ناكلز ان دوره هيكسر ازاز معين في حالة الطوارئ، وتوم ومادي بيستخدموا اجهزة بتغير شكلهم لريتشل وراندل وبيقدروا يخشوا مقر الشركة وبيعبدوا من حراس الامن. وبعدها مادي بتتحول لروكويل علشان تعدي من جهاز بصمة الوش، وبيخشوا لغرفة التحكم علشان يحطوا الفلاشة، بس بيلاقوا ان في حد بالفعل حط الفلاشة قبلهم. وتيلز بتعمل مسح للمبنى وبتشوف شخصين عند الكابو، وبيطلع انهم روبوتنيك وجيرالد، وبيقدروا يعدوا من خطوط الليزر باستخدام البدلة اللي هم لابسينها لانها كانت مضادة للليزر. وتيلز لما بتعرف بوجودهم بتقول لسونيك، فسونيك مش بيسكت وبينطلق، وتيلز بتحاول توقفه لان درع الطاقة هيشتغل تاني، بس سونيك بيقرر يخاطر علشان يوقف روبوتنيك وجيرالد وبينط علشان يعدي منه، بس ما كانش هيلحق، فتيلز بتتدخل وبترميه بسرعة لجوه. وبعدها بيعدي من الكل وبيوصل عند الحفيد وجده، وهما الاتنين كانوا رايحين ياخدوا المفتاح بس بيحصل لهم شلل غريب وبيثبتوا في الارض، وسونيك برضو مش بيقدر يوصل للمفتاح وبيترفع في الهواء. وبيتضح ان المكان فيه تنوع لاشكال الجاذبية، بمعنى ان المنطقة الحمراء بتثبت لتحت والخضراء بتثبت لفوق، وروكويل بتخش عليهم. وسونيك كان عايز مساعدتها بس هي بتقول له انا مش هسمح لك انت كمان تسرق المفتاح. ورجالة روكويل بيخشوا عليهم وهم قابضين على توم ومادي وتيلز، وسونيك بيدي امر لناكلز بكسر الازاز، وفعلا ده اللي بيعمله، وبيكسر سقف المكان وبيحصل على جهاز التحكم بالكابو، وبدل ما يعطل الجاذبية
بيغلط وبيشغلها في الأوضة كلها، فالكل يا إما بيطير لفوق يا إما بيلزق تحت. والمشكلة التانية اللي بتقابلهم إن الجاذبية بتسحب السقف اللي اتكسر عليهم، فهم كده في خطر من الحديد المسلح، والمفتاح بيقع على الأرض ما بين روبوتنيك وروكويل، والاتنين بيزحفوا ناحيته. والسقف كان على وشك يقع على أصحاب سونيك، بس سونيك بيستجمع قوته وبيجري وبيدمر الصخور، ومن غير ما ياخد باله دمر جهاز الجاذبية. فالكل بيتحرك براحته، وروكويل بتحصل على المفتاح وبتمشي، وتوم بتديله فكرة وبيظهر قدام روكويل بشكل القائد وولترز وبيطلب منها تديله المفتاح، وهي بتتخدع وبتديله المفتاح. بس قبل ما يمشي بيظهر شادو، وشادو بيظن ان ده وولترز اللي امر بحبسه 50 سنة، فبيهجم عليه بكل قوته وبياخد المفتاح. وسونيك بيوصل وبيشوف توم فاقد الوعي، وشادو بيتأثر لما بيشوف سونيك عاوز يقومه، وبيفتكر لما كان بيحاول يصحي ماريا زمان لما ماتت، وسونيك بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ شادو قال له اللي كان لازم اعمله، وبيروح يساعد روبوتنيك وجيرالد في التخلص من الحراس، وبكده وهم معاهم المفتاحين وبيروحوا للمدفع بتاع جيرالد. وستون بيتصل بروبوتنيك وبيحاول يحذره من جيرالد، وبيقول له ده شخص شرير وانا شاكك في نواياه. روبوتنيك بيرفض كلامه وبيرفضه، وبعدها بيحطوا المفتاحين وبيخرجوا بالمدفع من تحت المية، والاسعاف بتيجي تاخد توم اللي كانت حالته سيئة جدا. وسونيك بيتعصب من اللي حصل وعايز ينتقم من شادو بأي شكل، وبيطلب من ناكلز يعرفوا مكان حجر الزمرد، وناكلز وتيلز بيحاولوا يفهموه ان قوة حجر الزمرد خطيرة، بس هو بيرفض كلامهم وشايف ان مفيش حل تاني، وبيهدد ناكلز علشان يقول له فين مكان الحجر. وكانوا على وشك يتخانقوا، بس ناكلز بيهدى وبيقرر يعرفوا مكان الحجر، وانه مع الظابط ويد، وهي ويد كان بيتعامل معاها على انها كرة هوكي، وسونيك بيعرف له وبياخدها منه وبيحصل على قوتها، وبيحول الافكار لحقيقة وبيطير في الهواء. والعالم كله حس بخطر روبوتنيك وجيرالد، وعرفوا انهم خطفوا مدفع خطير ممكن يدمر بلاد في ثواني. وجيرالد بيقول لشادو جه الوقت للانتقام، بس شادو بيحس ان اللي بيعمله ده مش حاجة صح، وبيقول له هل ماريا كانت هتوافق على الكلام ده؟ جيرالد قال له السؤال ده مش صح، لانهم يستاهلوا اللي هنعمله فيهم، وخليك فاكر انهم خدوا ماريا مننا. وشادو بيفتكر زمان لما جيرالد طلب منهم يهربوا، والحراس كانت وراهم علشان تقبض على شادو، واثناء المطاردة دي في ضرب نار بيجي على كبسولة الطاقة، فحصل انفجار في المكان ومات فيه عشرات من الدكاترة، وماريا كمان ماتت. وشادو وجيرالد اتضايقوا جدا وقبضوا على جيرالد وشادو، وبعد ما شادو افتكر الذكريات المؤلمة دي اقتنع بكلام جيرالد وفضل يجري حوالين المدفع علشان يمدوا بالطاقة. وروبوتنيك بيسأل جده ايه اللي بيحصل بالظبط. جيرالد قال له باستخدام قوة شادو نقدر نحول كوكب الأرض لرماد. روبوتنيك بيتصدم وبيرفض الفكرة دي رفض قاطع، وبيقول له احنا لو استخدمنا ذكائنا سوا نقدر نحكم العالم. جيرالد قال له الإنسانية تجربة فاشلة، وانت أكتر حد عارف الكلام ده، علشان طول حياتك الناس كانت بترفضك ومالكش حد عزيز عليك في الأرض ومفيش حد مهتم بيك. روبوتنيك قال له بس انت موجود وانا بعتبرك عيلتي. جيرالد رد عليه وقال له لما انا خسرت حفيدتي اختفت عيلتي للابد، وبسبب اللي حصل لها انا هدمر العالم علشان احقق العداله. روبوتنيك بيتضايق وبيدرك ان كلام ستون كان صح، وجيرالد هيطلق صاروخ على الارض بعد 10 دقايق. وسونيك بيوصل وبيهجم على المركبه بتاعتهم وبياخد شادو للفضاء، وبيقول له كل شيء هينتهي دلوقتي، وبيقعوا على كوكب الأرض، وشادو بيضربوا ضربة قوية وبيطير منه الأحجار، وهما الاتنين بينطلقوا عليها في نفس الوقت، بس كل واحد فيهم بياخد 3 أحجار وبيكتسبوا قوة كبيرة وبيكملوا قتال سوا. وشادو بقى قوي جدا وبيفضلوا يتقاتلوا في أماكن مختلفة من الأرض، وسرعتهم كانت رهيبة. وروبوتنيك بيضرب جيرالد وعايز يبوظ خطته، بس جيرالد بيرجع له وبيضربه بقفاز ضخم. أما شادو وسونيك فكانوا لسه نازلين ضرب في بعض، وكان باين التفوق لشادو، وشادو كان بيستفزه وبيتكلم عن توم، فسونيك بيتعصب وبيستجمع قوته وبيسدد له ضربة قوية وبيطيره لحد القمر، والقوة بتختفي من شادو، فسونيك بيصبح أقوى منه وكان يقدر يقتله، بس بيفتكر كلام توم لما قال له انت قلبك طيب، فبيتراجع عن قتله لشادو وبيقول مش انا اللي اعمل كده. وشادو بيستغرب هو عمل كده ليه، وبيقول له انت كنت هتنتصر. سونيك قال له مفيش منتقم بيبقى هو اللي انتصر. وشادو بيبص في السماء وبيشوف النجوم وبيقول اخر مرة شفت فيها النجوم كانت مع ماريا، ومن بعد ما ماتت حسيت بألم فظيع. سونيك قال وانا كمان حسيت بألم كبير لما فقدت لونج.
والألم عندي ما اختفاش، بس اتعلمت إن في شيء أهم من الألم وهو الحب اللي بنحسه لبعض. ماريا ماتت بس حبك ليها لسه موجود. وشادو بيقتنع بكلام سونيك وبيقول اللي بيحصل ده بسببي وبسبب غضبي، واعتقد ان مفيش اختيار تاني. سونيك بيمدله ايده وبيقول له دايما في اختيار تاني، ودايما القرار الصح بيبقى صعب. تعال نتحد ونصلح اللي انت عملته سوا. والاتنين بيسلموا على بعض وبيستعملوا قوة الأحجار وبينطلقوا سوا. أما جيرالد فكان بيضرب روبوتنيك وبيطلع أسلحته وبيدمر جهاز التحكم، فكده مفيش مجال لتراجع الصاروخ. وروبوتنيك بيطلع أسلحته وبيتقاتلوا سوا، وروبوتنيك بيطير له نص شنبه، وجيرالد بيتعصب وبيبعده عن سكته، وبيعرف إن شادو انقلب عليه وبيطلق عدة روبوتات عليهم. وسونيك وشادو مش بيخافوا وبينطلقوا عليهم بكل شجاعة، وكانوا بيتنافسوا في مين هيدمر روبوتات أكتر. وروبوتنيك بيطلب من جده يتراجع عن اللي بيعمله. جيرالد قال له معلش انت اتأخرت، وبيفتح فتحة في المركبة علشان يرمي روبوتنيك للفضاء، وبيدوس على ايده وبيوقعه من المركبة، بس بيطلع ان تيلز وناكلز انقذوه. وروبوتنيك بيكهرب جيرالد وبيطيره في مجال الطاقة وبيموت. والمشكلة الوحيدة دلوقتي هو الصاروخ المتجه للأرض. وسونيك وشادو بعد ما دمروا كل الروبوتات بيقفوا في وش طلقة المدفع وبيصدوا الضربة وبيخلوها ما تضربش الأرض، بس ما كانوش قادرين يستحملوا كتير. فروبوتنيك وتيلز وناكلز بيحاولوا يوجهوا ضربة المدفع بعيد عن الأرض، وشادو وسونيك بيفقدوا قوتهم في الوقت المناسب، والضربة بتبعد عن الأرض وبتيجي في القمر وبتدمره. بس سونيك كان فقد الوعي وطار في الفضاء، وناكلز بيرمي تيلز علشان توصل له وتنقذه، بس تيلز كمان بتفقد الوعي بسبب ضغط الهواء الزائد. فناكلز بينط وراهم وبينقذهم وبيفتح بوابة للمزرعة وبينزلوا بسلام. أما روبوتنيك فبيقول لشادو إن نواة المركبة مليانة طاقة كبيرة، وبعد شوية وقت هتنفجر فهتسبب إشعاع قوي هيدمر الأرض وهيقتل كل البشر. وشادو بيقول له دي فرصة علشان أعمل حاجة صح، وبيقول له وفر لي الوقت الكافي علشان أبعد المركبة عن الأرض على قد ما أقدر. وروبوتنيك بيظهر في بث مباشر وبيودع ستون وبيقول له لو مش هعرف أحكم العالم يبقى الأحسن إني أنقذه، وأنت فعلا صديقي. وفعلا شادو وروبوتنيك بيضحوا بحياتهم لإنقاذ الأرض. وتيلز كانت متفاجئة إن روبوتنيك يضحي بنفسه، وسونيك بيتأسف لتيلز وناكلز إنه سابهم وقاتل من غيرهم، وهما بيسامحوه وبيحضنوا بعض. وبعدها بترجع الأمور لطبيعتها وبيرجعوا يفيموا في الغابة، وتوم أصبح بخير. وسونيك بيقول لأصحابه فاضل حاجة واحدة لسه ما خلصتش، وهو السباق اللي بدأناه وما انتهاش. وبينطلقوا هما التلاتة، وسونيك بيلاقي نفسه وصل لولاية تانية وبيقرب من روبوت غريب علشان يضربه، بس سونيك بيطلع انه تفادى الضربة وبيسدد له ضربة وبيطيره، بس الروبوت مش بيحصل له حاجة. وفجأة بيظهر عدد كبير من الروبوتات حواليه وبينطوا حواليه علشان يضربوه، بس بيظهر شخص مجهول وبيدمرهم جميعا، وبتكشف عن نفسها وبيطلع انها انفت جديد. وهنا نكون وصلنا لنهاية ثلاثية سونيك. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل10,000 لايك، واللي يوصل لآخر الحلقة عايزك تحط ايموجي الروبوت في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.